يا مكان في قديم الزمان في حي من أحياء القاهرة القديمة، كانت فيه بيت عتيق مهجور من سنين طويلة. محدش كان يجرؤ يقترب منه، لأنه كان معروف عنه إنه بيت مسكون، وكل اللي حاول يدخل منه ما بيشوفش غير حاجات غريبة وأصوات مخيفة. وفي ليلة من الليالي قرر مجموعة شباب من الحي إنهم يدخلوا البيت ده علشان يكتشفوا سره. كانت ليلة مش مثل أي ليلة، كانت الليلة اللي ما فيهاش صبح، واللي همس فيها الريح كان بيقول إن دي الليلة اللي هتتغير فيها كل حاجة. وصلوا الشباب للبيت في نص الليل. المكان كان مظلم، والأبواب القديمة كانت بتصرخ لما حد حاول يفكها. دخلوا واحد ورا التاني، وصوت خطواتهم كان بيدوي في أرجاء البيت المهجور. الجو كان كأنه مليان توتر وخوف، وكل ما كانوا بيتقدموا أكتر كانت أصوات غريبة بتبدأ تظهر، أصوات همسات وخطوات خفيفة وريحة عفن ودماغ قديمة. فجأة واحدة من البنات اللي كانت معاهم سقطت على الأرض وبدأت تصرخ. لما شافوا المكان اللي وقعت فيه لقوا علامة غريبة مكتوبة على الحيط، كانت عبارة عن رموز غريبة. وأول ما قربوا يشوفوها بدأ البيت يهتز، وابتدت الأبواب تتقفل لوحدها، والظلام زاد والأصوات بقت أعلى. في نص البيت لقوا مرآة كبيرة. لما نظروا فيها شافوا وجه شخص غريب، ملامحه غير واضحة، بس كان عايش جواهم، وكان بيبتسم ابتسامة شريرة. وفجأة الشخص ده بدأ يختفي ويظهر، وكل ما حاولوا يهربوا كانوا يحسوا إن المكان بيتغير، وإنهم محاصرين جوه كابوس ما بيخلصش. وفي لحظة واحدة من الشباب قال لهم: نفتكر دايما إن الليلة دي مش هتعدي، دي الليلة اللي ما فيهاش صبح، لازم نرجع قبل فوات الأوان. حاولوا يجروا، لكن الأبواب كانت مقفلة بإحكام، والصوت اللي كان بيهمس لهم بيقول: ما تفكرش تروح، الليلة دي اللي ما فيهاش صبح هتفضل عايشة في ذاكرتكم وتسيبكم أسيريين في الظلام للأبد. وفي النهاية لما فاقوا في الصبح كانوا متأكدين إنهم جمعوا من البيت ده خوف وذكريات ملوثة، وإن عمرهم ما هيرجعوا تاني، وإن البيت المهجور ده لسه ساكن فيه أرواح مش عايزة تسيب المكان، عايشة في ظلام مستمر. والليلة اللي ما فيهاش صبح لسه مستمرة في حلمها أسود، ومحدش يعرف إيه اللي حصل بالظبط. لكن اللي متأكدين منه إن الليل ده اتلغى من الزمن، وإن البيت المهجور ده لسه شايل أسراره في انتظار حد يجي يكتشفها تاني في ليلة من الليالي اللي ما فيهاش صبح.